تخفيض عقوبة محمد الشناوي وهيرفي رينارد هيدرب النادي الأهلي. ايه حقيقة الكلام ده؟ بأول حاجة، المدرب الفرنسي الغني عن التعريف المخضرم هيرفي رينارد اللي كان بيتولى تدريب المنتخب السعودي، واللي اعلن امبارح ان الاتحاد السعودي لكرة القدم اقاله قبل شهرين بس من انطلاق بطولة كاس العالم 2026. النادي الاهلي بيقدم اسوأ مواسمه على الاطلاق، خرج من دوري ابطال افريقيا، قريب من انه يكون موسم صفري لانه موجود في المركز الثالث في جدول الدوري المصري، وبيتصدره نادي الزمالك في المركز الثاني بيراميدز، فالمنافسه كمان في الدوري مشتعله وبيقدم نتائج سيئه في الدوري. يعني شفنا اخر فوز امام سموحه فاز بالعافيه في الدقائق الاخيره بهدف طاهر محمد طاهر. ده بقى جماهير النادي الاهلي والجماهير عموما ربطت ان النادي الاهلي خلاص ما هيصدق ان رينارد ساب تدريب المنتخب السعودي وهيروح فورا يتعاقد معاه او على الاقل يتفاوض معاه انه يدرب النادي الاهلي. خلينا نمسكها حاجه حاجه. اول حاجه، ياستروب مكمل مع النادي الاهلي حتى نهايه الموسم، بقاله 4 ماتشات مكمل. الاهلي مش هيفسخ تعاقد ياستروب بسبب الشرط الجزائي الكبير جدا اللي بيصل لحوالي 6 مليون دولار، ياستروب مكمل مع النادي الاهلي. اما بقى بالنسبه لهيرفي رينارد، فخليني اقول لكم ان رينارد الراتب بتاعه كبير جدا، يعني النادي الاهلي مش ممشي ياستروب عشان الشرط الجزائي مش هيقدر ان هو يدفعه، فبالتالي مش هيكون في امكانيه التعاقد مع رينارد ابدا. رينارد مدرب كبير، مفيش امكانيه ان النادي الاهلي يتعاقد معاه بالمقابل المالي الكبير اللي هيطلبه. العقبه الثانيه وهي ان رينارد الفتره دي بيدرب منتخبات فقط، واخر حاجه المنتخب السعودي، انما لو هنتكلم عنه فيا ريت يكون موجود في الدوري المصري، يا ريت يدرب النادي الاهلي. مدرب كبير وعنده خبرات ويليق بتدريب النادي الاهلي. ولكن عشان نقفل الموضوع ده على مسؤوليتي الشخصيه، مفيش اي تفاوض بين النادي الاهلي وبين هيرفي رينارد لتدريب الفريق خلال الفتره المقبله، مفيش اي تفاوض. ولكن الكلام ده بس على حتى الان، لان دايما بيكون كل لحظه بيكون فيها متغيرات في عالم كره القدم. حاجه بقى، لجنه الاستئناف في الاتحاد المصري لكره القدم قبلت الاستئناف اللي كان مقدم من النادي الاهلي ضد لجنه المسابقات بايقاف محمد الشناوي 4 ماتشات. فخليني اقول لكم ان حاليا تم تخفيض العقوبه. عقوبه محمد الشناوي هتكون ماتشين بس مش 4. بالفعل قضى ايقاف ماتش واحد وهو ماتش سموحه الاخير في الدوري، هيكون باقيله ايقاف واحد بس امام بيراميدز يوم 27 الشهر ده، وهيرجع الشناوي بشكل طبيعي يقدر ان هو يشارك امام قمة الاهلي والزمالك يوم 1 مايو. في النهاية بقى مفيش تفاوض بين الاهلي وبين رينارد، وكمان الشناوي عقوبته اتخفضت من 4 ماتشات لماتشين بس.